احنا شركة ومينا. انا اسمي أميرة أحمد. I'm one of the founders and I'm a managing partner في شركة ومينا. احنا basically بنركز قوي عن حكي القصص المرأة العربية من منظور نسوي. ده معناه ان احنا بنحكي قصص مختلفة وبتناول مواضيع مختلفة ليها علاقة بالصحة النفسية، الجسدية، الجنسية، ليها علاقة بالكريتيف اكسبريشن، افلام، ديزاين، لايف ستايل، ترافل، كل الحاجات. بس بنبص على القصص دي من منظور نسوي، بمعنى انه عندنا قيم معينة وعندنا يعني مايند سيتس كده معينة وحاجات عايزين نغيرها في الطريقة اللي المرأة بيتحكي عنها بالذات في المنطقة العربية. فبنعمل ده من خلال فورماتس مختلفة. هل شايفة ممكن السفر يبقى أحد الحاجات اللي تريليف الصحة النفسية للمرأة؟ السفر اكيد حاجه يعني بتريليف كده الستريس من كل الناس، بس انا حاسه ان اكتر حاجه ممكن تخفف العبء اللي على المراه عامه ان احنا نبقى بنبص للمراه في المجتمع ودورها في المجتمع بشكل اخف بكتير، بشكل فيه قيود اقل، بشكل فيه حريه اكتر، بشكل فيه يعني بتخلي ان المراه في اعمارها المختلفه يعني as she's becoming a woman يبقى عندها المساحه ان هي تختار حاجات مختلفه لحياتها وتخلق الواقع اللي هي عايزاه. طب سؤال، هتلاقي الاودينس طالما في سوشيال ميديا كونتنت وافلام وكده، هتلاقي الاودينس رجال وستات. الرجاله بيتفاعلوا مع الموضوعات اللي بتطرحوها ازاي؟ فخورين جدا ان احنا المحتوى بتاعنا هو بيركز على قصص المرأة، بس الاودينس في رجالة وستات ومن حوالين العالم، مش بس من مصر او من الامارات مثلا او كده. في الاثنين الصراحه، والاثنين ده من الرجاله والستات مش بس من الرجاله يعني surprisingly. بس ده عادي، يعني الناس عندها وجهات نظر مختلفه في الحياه، ومش لازم مثلا الحاجات اللي احنا بنحكي عنها يبقى كله متفق عليها، يعني اكيد في الاختلافات دي. بس الصراحه المنصه بتاعتنا it's a very safe space، يعني هو مكان امن كده، ومعظم الكومنتس والحاجات فيها يعني اكتر تشجيع وتحفيز و it's very positive. قليل قوي لما بيجي لنا مثلا كومنتس بتحط كده او بتبقى فيها تنظير مثلا على الاخر، يعني it's less than other platforms. احنا مش عايزين نشتغل، عايزين نرجع كستات نقعد في البيت نربي الاولاد، احنا ما بقيناش قادرين. يعني كتير دلوقتي بتلاقي ابحاث ودراسات في اوروبا وامريكا طالعه، وفي طلعوا انفلونسرز اجانب سيدات، احنا خلاص عايزين نرجع لفكره ان احنا قاعدين في البيت وما بنشتغلش، لان يحسوا في الطريق بيفقدوا انوثتهم، بيرهقوا، ما بيلحقوش يعملوا. ايه رايك في الموضوع ده؟ اوكي، رايي حاجتين. اولا حاسه ان الاختيار ده او الفكر ده جاي من العبء اللي على المراه، لان المراه مش مدعومه كفايه من المجتمع كمراه، كأم، كزوجه، ككده. فهو ده جزء من فكر المنظور النسوي اللي احنا بنقول عليه، ان هو يبقى فيه اكتر بياخد الحاجات دي في الاعتبار وفاهم يعني what the woman deals with in life، وبيحاول يدعم ده ويبقى فيه equality اكتر في انا مع ان كل واحده تختار اللي هي عايزاه، وان محدش يحكم عليها يقول ده انت صح او انت غلط او لا ما تعمليش كده او انت المفروض تبقي بتعملي كده. انا مع ان يبقى في مساحه للاثنين، بس مش مع ان احنا نبص بقى على اللي بيختار عكسنا ونقول ان ده بقى يعني ضد المجتمع او مش المفروض نعمل كده او لا انت غلط او ده اللي مخلي الاسره منهاره. هو ده المهم بالنسبه لنا حتى كومينا. يعني اديهم نصيحه للراجل وللست. I think ان يعني اي حد فينا القرايه مهمه قوي. القرايه مهمه ان احنا نبقى exposed كده لافكار مختلفه وقصص من ناس مختلفه، ان الواحد يقعد يمسك كتاب ويقرا ده it's a way to de-stress, it's a way to disconnect, it's a way to نتخيل كده حاجات مختلفه غير العبء اللي موجود عندنا في الحياه. ف I think القرايه مهمه. هتقروا ايه بقى I think that's a personal choice، بس يعني انا بقرا مثلا حاجات فيكشن كتير.